السلام عليكم اخواتي. وبما ان الفيديو اللي فات لقى اعجابكم، طبعا قلت اما اعمل جزء تاني وتالت ورابع وخامس، ما عنديش اي مشكله. ومن هنا لغايه ما تطلع النتيجه اننا نتكلم عن الثانويه العامه. زي ما انتوا واخدين بالكم، اكيد غيرت السيت اب، غيرته بالكامل وشلت كل حاجه من السيت اب. حرفيا كان في سجاده هنا وشلتها. اكيد خدتوا بالكم. يعني باذن الله الفيديو ده يجيب مشاهدات اكتر من الفيديو اللي فات. ليه بقى؟ لان انت هتعمل لايك وهتعمل اشتراك دلوقتي. عارف ليه؟ لان انت راجل محترم، عشان انت اخويا، مفيش كلام يتقال بعد كده. ثانيه بس عشان نرتب على الكلام. طرش منه. طيب يا اخواتي، واضح ان انا من الفيديو اللي فات ان انا من احسن الناس اللي ممكن تديكوا نصايح. يعني حسيت طبعا ان اللي انا عملته كله في الفيديو اللي فات كان غلط، فكان لازم اصلح اللي انا عملته. يعني بعيدا عن ان انا هطنش زي ما انا قلت، هذاكر وبنسبه كبيره هسقط في الامتحان والكلام ده كله، ولكن ده مش معناه ان انا هحاول كده. يعني اللي ربنا قدرني عليه راجع شويه كلام من ده. يعني انت بقى صاحبي مطلوب منك ما تشغلش بالك باي حاجه، ولازم تفهم ان انت عملت اللي عليك او ما عملتش اللي عليك، فهو خلاص ما فيش وقت. كل اللي صادك انك تعمله انك تراجع وتدعي. وانا عملت كده مش عارف ليه، بس هو يعني ادعي، ارفع ايدك وادعي، بس انت فاهم. تعال بقى شخص يا مجتهد يا رايق، اللي مولع الدنيا ومقطع السمكه وديلها. انت دلوقتي اجتهدت وعملت اللي عليك، تعمل ايه؟ والله يا صاحبي توكل على الله وقرب من ربنا. علشان تقرب من ربنا مش عشان حاجه تانية. دي اهم نصيحه ممكن تاخدها مني، ان انت فعلا محتاج تقرب من ربنا. وانت مش محتاج كده عشان الامتحان بس، انت محتاج كده عشان كل حاجه، عشان يبقى ليك قيمه، عشان يبقى ليك قيمه في الاخره. فيعني اعمل كل ده لله، مش تيجي تتوب لي في كام يوم اللي قبل الامتحانات واول ما تخلص امتحانات ترجع تفجر تاني، يعني والعياذ بالله. ماشي، فانت كل اللي عليك في الفتره دي انك تقرب من ربنا وتراجع كويس جدا. تخش الامتحان وانت حاطط رجل على رجل، والنتيجه اللي تيجي ما تشغلش بالك بيها. سقطت، نجحت، جبت مجموع قليل، مجموع كبير، كله رضا من عند ربنا. ما تقعدش تعبل بقى. في نفس الوقت ما تضغطش نفسك نفسيا. يعني انت الدنيا معاك تمام يعني ان شاء الله. ثق في نفسك بس، وخش وحاول واعمل، وانت اصلا اوريدي عملت اللي عليك خلاص بقى. يعني مفيش حاجه مستاهله اي حاجه. فده للشخص اللي المجتهد. اخويا الفاشل اللي زيه جيلي بقى، انت دلوقتي يا اسطى ما عملتش اي حاجه في حياتك، ما عملتش اي حاجه في اخرتك، ما عملتش اي حاجه في اي حاجه، لا دنيا ولا اخره. اكيد ما يصحش. يعني تعمل ايه بقى؟ تحترم نفسك وتقرب من ربنا زي اخوك التاني برضه، مش عشان الامتحان، عشان ربنا. اعمل كده لله واحمد ربنا على النعمه اللي انت فيها. مش عارف انا بكلمك كده ليه، بس مننا زي بعض يعني. يعني فحاسك اخويا بزياده. والله يا جدعان العشوائيه دي من احسن الحاجات في الدنيا. انت تفتح الكاميرا كده وتقعد تقول اللي في قلبك، واي كلمه تيجي على لسانك ترميها. كده في ايديت يا عم، يبقى شيل براحتك عادي. يعني بفلتر الكلام على مخك، ما تقولش كلام يعني كلام متخلف يعني. فالمهم يا اسطى قرب من ربنا، خش الامتحان اهبط. انا بقول لك اهبط. عايز تاجل للسنه الجايه اجل، بس انا بقول لك خش اهبط. يا هو انت فارق معاك حاجه؟ اعمل زي كده، خش اهبط، ولا يشغلك ولا يجي معاك اي حاجه يا عم. وفي حاجه تانية نسيت اقولها، بس اخواتي اللي في ازهر اهم حاجه. بص يا قلب اخوك اللي في ازهر، انا حاسس انها مش ظاهر في الكادر. لو ده حصل تبقى مصيبه. يعني انا متاكد. لا الحمد لله فل. حاسس اني خدت راحتي زياده عن اللزوم، بس انتوا اخواتي عادي يعني. بعدين انا قاعد في اوضتي وانت هتشاركني. المهم يا اخويا ازهري يا جميل، انت متدين يا راجل يا عسل. طبعا احنا عارفين كلنا بتوع الازهر بيبقوا عاملين ازاي. يا اسطى والله انت كل اللي عليك ان انت تعمل اللي عليك. يعني هقول لك ايه بس، الله يعينك والله يا اسطى. ليك مواد قد كده، فانت معذور الصراحه، مش هكدب عليك يعني. احنا عندنا 5 مواد ومش عارفين نتعامل. فانت ذاكر لك شويه، يعني راجع شويه، اعمل اللي تعمله، بس يعني اعمل اي، المهم انك تعمل حاجه، لانك كده انا حاسس انها بوظ الدنيا. المهم اعمل حاجه يعني. نقطه بقى مهمه للكل بقى، ازهري مش عارف عام اي حاجه تقريبا، كله لما بيجي يكلمك عن نقطه انك تكلم بنات بيقول لك ابعد في الفتره دي عن انك تكلم بنات. اخوك بقى جالك بالجديد منه، ما تمشي بنات خالص، لا قبل ولا بعد. تقول له امال اكلم رجاله؟ اقول لك لا، انت كده تفكيرك منحرف ومحتاج تروح مصحه. يعني انت يعني مصحه ايه ده؟ محتاج تروح عند دكتور يا اسطى. لا عامه انك تكلم بنات اصلا حرام. تقول لي واو جبت التايهه يعني. اقول لك تعالى لي بس كده، تعالى لي الناحيه دي بس كده، عشان حاسس ان الدنيا مش مظبوطه. تعالى بص لي كده، بص لي كده اهو. دي جازات اللي يجيب ستاند ب 125 جنيه. فالمهم يا اسطى انت محتاج تبعد عن سكه انك تكلم بنات وكلام من ده، لانه حرام وحوار كبير قوي، وحاجه انت مش قدها، حاجه كلنا مش قدها. واسمع من اخوك، الموضوع مش حلو والله، الموضوع مش حلو. يعني انت لما تبقى خدت لا مؤاخذه يعني في الكلمه الحنان اللي انت عايزه، لما تتجوز هتحس بايه لا مؤاخذه؟ يعني معلش احنا رجاله مع بعض يعني. اسف لو في واحده من الاخوات بتتفرج، بس اسمع يعني انا مش عارف اقول ايه الصراحه. فيا اسطى بص، سيب الفطره تمشي زي ما هي. انت فطرتك بص، انت اتعلم، اتنيل، اتعلم، اشتغل، اعمل فلوس.
روق على حالك، بعد كده روح اخطب واتجوز ومحدش هيكلمك. لكن عايز تكلم وتسهلل وتولع الدنيا وكلام من ده وانت كده، لا. هو عامه حرام بشكل عام، وانا قلت لك فاهم قصدي. فالموضوع الموضوع كله غلط في غلط. وانا نصيحه يعني ما تبداش عيشتك بغلط يعني. انت لسه صغير، فشوف حاجه تعملها، روح العب ماتش كوره مع اصحابك كده. والموضوع بجد مستفزين عشان كده اتكلمت فيه، لانه وصل لمرحله صعبه يعني. دلوقتي اصلا الواحد لو ما بيكلمش ممكن صحابه يتريقوا عليه، ممكن يبقى اللي هو منظره اللي هو ده انت ده انت غلبان، ده انت ما شفتش حاجه في حياتك يا جدع. يعني مش فاهم، انا راجل يا عم مظبوط ودنيتي تمام ومش عايز اعصي ربنا، يبقى دي الفكره عن الموضوع بالنسبه لك. وبعدين لما تسيب حاجه لربنا يعني ايه، انا مش فاكر الحديث بالظبط، بس هو تقريبا كان من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. انا مش فاكر، بس لو لقيته هحطه لكم يعني في الشاشه. فلو حاجه انت متمسك بقى، او حتى لو واحده انت بتكلمها دلوقتي، انا بقول لك سيبها، مش تخش تشتمها وتمشي يعني، بس لا يعني بالراحه بالذوق، اللي هو والله يا بنت الحلال في واحد اتنين تلاته وحرام وما ينفعش يكمل وربنا يهدينا ويهديك ومش عارف ايه وخلاص وايه، واخلع بقى. ودي ما اسمهاش وطيانه منك، اسمها انت بتعمل لاخرتك. والله يا عم كبرت ودنيتك تمام وهي لسه جايه معاك سكه، روح اخطبها عادي بقى. انا يعني فاهم، انا مش عايز اتدخل في حاجات من ده عشان ما احسش ان انا بتكلم في حاجات حرام، لان الموضوع اكبر مني، واكبر من ان انا اتكلم فيه، واكبر من الكلام اللي انا قلته ده كله. اكيد انت فاهم يا اسطى صح، ما تقولش ان انت مش فاهم بالله عليك، لو مش فاهم تبقى مصيبه والله. بس عادي يا عم، بس عادي. يلا ربنا يتوب علينا ويغفر لنا جميعا. تاني حاجه يا اسطى، بطل تشرب سجاير. عارف انك عيل، لو لا مؤاخذه يعني مش استريت اللي انا بقوله ده. انا عارف يعني ان انت يعني المهم يعني ما تشربش سجاير. السجاير دي من اوحش الحاجات اللي ممكن تعملها في حياتك. بص يا اسطى، سكه سجاير وفيب وشيشه وكلام من ده، ده انت بتضر نفسك على الفاضي، حرفيا على الفاضي. الدخان ما لهمش اي 30 لازمه، عمال تتعب في صحتك ولما مؤاخذه تفشخ في نفسك، انا اسف في اللفظ. ويا ريته موضوع حلو يعني، انت الموضوع بيزيدك اكتئاب لو بتاخد بالك يعني. موضوع صعب قوي، موضوع صعب قوي، مش حلو خالص. ابعد عن السكه دي كلها. انت والله لو تعرف السيجاره دي بتعمل فيك ايه كنت شربتها خالص. وبعدين لا مؤاخذه في الكلمه يعني انت ما فيكش دماغ اما تشوف علبه السجاير مكتوب عليها السجاير مش عارف مضره بالصحه ولا مش عارف بتعمل ايه وايه، تروح انت تشربها يعني. انا مش عارف اللي بيبيع السجاير ده عامل زي ابليس، قبل ما يخلي الواحد يعمل ذنب بيتبرأ منه يعني. وانت لا مؤاخذه زي الحلتيته داخل رايح تشرب سجاير وتشرب قرف من ده. وخد بالك ما تقوليش الفيب يعني احسن من السجاير. هو اي حاجه دخان بتخش هنا ما فيش حاجه احسن من التانية، كلهم زباله. الفيب دي لا مؤاخذه بتعمل ميه على الرئه وبتبص وبتبوظ الدنيا هنا خالص. طبعا مش محتاج اتكلم عن الشيشه عشان الشيشه دي منظرها اصلا يعني لما تروح قهوه وتشوف المعسل والحاجات دي حاجه تقرف، منظر مقرف. فاصلا يعني مش عايز اتكلم بقى عشان هي حاجه شيء مقرف جدا. كلهم شيء مقرف الصراحه يعني. او في حاجه عايز اكلمك عليها صحيح، مشروبات الطاقه والحاجات دي. هتقول لي ما انت بتشرب اهو يا عم، لا اقول لك قلل منها يعني بالراحه، ما تتغشمش، مش كل يوم لازم التوستايه ولا مؤاخذه والحاجات دي كلها، لا يا عم بالراحه شويه يعني، كل فتره كده مش على طول. والبزر الورع اللي تحت 18 سنه ما لقوش ماسك الحاجات دي في ايده، ما لاقيش عيل لا مؤاخذه سليبر صغير شبشب كده ماسك لك بتاعه وعمال يتطوح بيها، لا يا عم ما فوق شويه فوق، انتوا لسه صغيرين. نقطه مهمه هعمل لها فيديو لوحده ان شاء الله، بس محتاج اتكلم فيها دلوقتي. بلاش تسمع اغاني، الموسيقى حرام. وعن تجربه اخوك بيقول لك بتجيب اكتئاب يعني. انت اصلا بتسمعها عشان تطلع نفسك من حاله انت فيها، بتدخلك في حاله اسوأ يعني. هي شيء سيء الاغاني دي، والله العظيم حاجه وحشه قوي. من اوحش الحاجات اللي حصلت في حياتي ان انا سمعت اغاني، وربنا سامحنا بقى الحمد لله يعني. الحمد لله دلوقتي ما بسمعش اغاني، ولا جايه معايا اسمع اغاني، ولا بقت تيجي على بالي اصلا، وده فضل ونعمه من عند ربنا. بس والله سمعت كلمه مدرس الاحياء بتاعي مستر، مش عايز اقول اسمه، مش عارف خايف لا يكون ده ممكن يضره، بس قال واحنا في اولى ثانوي، قال الاغاني بتبوظ لك قلبك او حاجه شبه كده يعني، القران اللي بيصلح لك قلبك. الكلام ده انا وقتها طبعا كنت مش بسمع اغاني، انا كنت شارف في سماع الاغاني، وكنت يعني كنت وصلت لمرحله وحشه قوي. انا مش عارف، انا حاسس انه ممكن يكون حد بيسمع الكلام ده وبيتريق عليا، يكون حاسس ان الموضوع مستهين بالموضوع، لكن الموضوع لا يعني ما ينفعش تستهين بيه خالص. فجربت الصراحه يعني، ومع اني عارف الصراحه الكلام ده، انا عارف طبعا القران من يعني هو اريح حاجه ممكن تحصل لقلبك، اريح حاجه لما تقرا قران او تسمع قران قلبك بيستريح. فمش جربت ان اسمع قران، انا كده الحمد لله كنت بسمع قران من وانا صغير، بس الفكره في ان بطلت اسمع اغاني، مع اني زودت اسمع قران واقرا قران. فالصراحه الموضوع ده غير بقى، لا الموضوع ده بيوديك في حته تانية، بيخرجك من حاله، لا بيخليك مبسوط، بتحس ان انت مبسوط كده دايما، انت في طراوه هنا. عارف لما تاكل علبه زبادي مش نفس الاحساس بقى، واحساس احسن بكتير. فحاول في اسرع وقت تبدا في الاول مثلا تبدل الاغاني باناشيد، ده لو انت حالتك صعبه يعني.
وبعد كده تقوم ايه خارج مره واحده كده، تسمعش غير قران بقى، اسمع من اخوك. يعني بلاش اي حاجه تليك عن ذكر الله، يعني اسمع قران وردد مع المشايخ واحفظ قران، ده خير ليك يعني. مش عارف في حاجه تانية ممكن اقولها ولا لا، بس المهم يعني انا حاسس ان احنا خرجنا عن موضوع الثانويه العامه خالص، بس انا قلت حاجات مفيده الحمد لله، وبرضه لسه حاسس ان انا قاعد مريح جامد. المهم يعني مع كامل احترامي ليك وللجميع، يا رب ننجح كلنا، يا رب لو اجتهدت تجيب المجموع اللي انت نفسك فيه. يعني كل اللي اقدر اقول لك ان خلاص مفيش وقت، ما ينفعش تحط نفسك في ضغط الفتره دي نفسيا، مش ضغط فعلي. لا انت محتاج تذاكر ومحتاج تراجع وتعمل، بس نفسيا لا، يعني اهدى شويه، صلي كتير قوي، دي اريح حاجه ممكن تعملها. واخد بالك الصلاه فرض عليك، فانا مش محتاج اقعد انصحك، يعني فاهم قصدي؟ لو انت ما بتصليش يعني فالموضوع صعب. طبعا انا فاهم ان الجيل بتاعنا منيل نيله وما عداش علينا الكلام ده من واحنا صغيرين، بس لازم نغير من عقليتنا شويه ونفهم ان ده فرض علينا، ودي اول حاجه هنسال عليها. يعني دي تقريبا اهم حاجه ممكن تعملها، لان انت اسمك مسلم ودي فريضه عليك، فريضه فرضت عليك. فمش عارف الصراحه، ربنا يتوب علينا جميعا، وعايزين نفوق بقى كده، نفوق بقى، نتوب كده نفوق. يعني اقول لك ايه، بس مش بقول لك ابقى شيخ، يعني حتى اعمل فروضك، فاهم؟ يعني نوع من انواع الالتزام، علشان ما فيش حد ضامن عمره، ممكن في اي وقت ما تلاقيش الارض دي كلها، ممكن في اي وقت نموت كلنا، ممكن في اي وقت انا اموت انت تموت، ممكن يحصل اي حاجه، فما حدش ضامن عمره. فاعمل لاخرتك وما تقولش يعني ما تاجلش، بلاش عشان هتندم. والله انا متاكد انك لو سالت اي راجل كبير من اللي بتلاقيهم في الجامع ولا في اي حته، يقول لك لو ما كانش بيصلي مثلا، او ما كانش ملتزم وهو صغير، او كان مولع الدنيا ومقطع السمكه وديلها وهو صغير، هتلاقيه بيقول لك انا ندمان. ومن احسن حاجات الصراحه اللي ممكن تعملها ان انت وانت شاب تنشأ على طاعه الله. فيعني اقرا قران، دخل في حياتك دخل دينك في كل حاجه في حياتك، يعني هتعيش مبسوط صدق. وانا يعني مش بقول لك تشدد بقى، ده انا بقول لك التزم، بس يعني التزم بالفروض اللي حواليك، يعني ما تطلقش بصرك، التزم بصلاتك، اقرا قران، انت فاهم؟ ربنا يصلح حالنا جميعا. وشايف اني قلت حاجه فدتك بيها، فانت مضطر تعمل لايك دلوقتي. هزعل الصراحه، هزعل بقى، لا مؤاخذه قله حاجه يعني. اعمل لايك، اعمل كومنت حلو، اعمل سبسكرايب الجميل، روق على الكلام. وان شاء الله الفيديو يطلع طويل، عشان انا مش عارف، يعني انا مش عارف الناس اللي بتطلع فيديوهات طويله دي بتطلعها ازاي، ولكن حاولت على قد ما اقدر. لو طلع 5 دقايق زي الفيديو اللي فات تبقى حاجه غريبه جدا، ومش عارف، ما اقدرش اقول حاجه اكتر من كده الصراحه، عشان خلاص بطاريتي فصلت. واللي اقدر اقوله دلوقتي، وحد الله وصلى على النبي وسلام.